هعمل معاكم النهارده مقدار كيلو من الكحك، مقادير مظبوطه جدا وهتطلع لنا كحكايه دايبه وطعمها خطير. اول حاجه معايا كيلو من الدقيق يكون متعدد الاستخدامات او مخصص للكحك والبسكوت. انا هنا مستخدمه دقيق دوبيلا متخصص للكحك والبسكوت، بيطلع لنا يعني كحكايه ممتازه. هضيف على كيلو الدقيق نص كوبايه من النشا، وكمان هضيف معلقه كبيره من ريحه الكحك، وياريت ما نكترش منها عشان خاطر ما تخليش الكحك يمرر. معلقتين كبار من السمسم المحمص ورشه من الملح، ونقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا ونحطهم على جنب. هحضر بقى معايا الخميره. معايا معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعلقتين من السكر، ومعلقه من اللبن البودر. اللبن البودر بيدي طعم حلو جدا. معايا بقى مجموع السوائل اللي بحطها على كيلو الدقيق نص كوبايه. هضيف منها ربع كوبايه من الميه وربعها لبن، وهقلب كل المكونات دي كده مع بعض واسيبها لغايه ما تخمر. معايا بقى على كيلو الدقيق بحط 550 جرام من السمنه البلدي. المقدار ده مظبوط بالظبط، عشان كده انا بوزنه على ميزان. معايا 550، والسمنه دي سمنه شيراتون بتطلع طعم الكحكايه برضو خطير زي الجاهز بالظبط. شايفين الميزان 550 بالظبط على الميزان. انا هنا بقى مش بسخن السمنه، مش بخليها تغلي، بخليها بس سخنه، يعني تبقى سخنه كده ما بتبقاش بتغلي، وبنزلها على الدقيق كده بقى بتخلي الكحكايه ما بتحماش على القلب، وطعمها وريحتها خطيره. اهم خطوه بقى في اللي احنا بنعمله ده ان احنا نفضل نعجن في الفتره دي كده هوت مش اقل من 10 دقايق، ولو بعجان 5 دقايق او 7 دقايق. دي اهم خطوه عشان خاطر الكحكايه تطلع معانا مظبوطه ومتشربه السمنه كويس وتبقى ناعمه خالص معايا كده. بعد ما عجنت كويس جدا جدا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، ميبقاش فيه دقيق خالص. طبعا الخطوه دي مهمه جدا جدا لانه بيتوقف عليها نعومه الكحك. خلاص عجنت وخلصت المهمه بتاعتي في 10 دقايق او اكتر. بنزل بقى الخميره وابتدي بقى ان انا اعجن لغايه ما تشرب كل السوائل ديت. طبعا الموضوع ده بياخدش وقت كتير، يا دوبك بس يعني دقيقتين 3 لغايه ما تشرب الخميره. اكون بقى في المرحله ديت مولعه الفرن على درجه حراره 180 رف اوسط، عشان اول ما اشكل الكحك بروح مدخلاه على الفرن على طول، مش بسيبه يخمر علشان يحتفظ بشكله وبالنقشه بتاعته. باخد بقى قطعه كده وبختبرها بشوفها اذا كانت بتشقق ولا لا. طبعا زي ما انا ما قلت لكم المقدار ده على الشعره ومظبوط جدا. مادام نوعيه الدقيق ممتازه والسمنه حلوه بجد هيطلع لنا كحك خطير. اختبرتها كده ولقيتها ما بتشققش معايا. هبتدي بقى ان انا اوزن القطع بتاعتي عشان كله يبقى مقاس واحد وشكل واحد. عملت هنا اهو مقدارين، عملت مقدار القطعه فيه كانت 24 جرام او 25 جرام، وعملت مقدار تاني كان 20 جرام. بصراحه انا عجبتني اكتر ال20، كانت مظبوطه وكانت لا ميني ولا كبيره، كانت مظبوطه يعني وكانت حلوه قوي. خلصت بقى الصاج الاولاني مولعه طبعا الفرن، وطبعا ساخن كويس جدا. بدخله الفرن بيقعد من 20 ل 25 دقيقه، وطبعا لازم ابقى متابعاه علشان ما يتلسعش مني. ولو الوش لسه ما احمرش ومن تحت احمر بنولع الشوايه لمده 5 دقايق ياخد لون بسيط خالص. طبعا بنخرجه من الفرن، مش بنلمسه تماما، بنسيبه يبرد خالص، وبعد كده بضيف عليه السكر البودره وبقدمه. بجد كحكايه خطيره ومقادير مظبوطه جدا، جربوها وقولوا لي ايه رايكم، وبالف هنا. ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.